السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا؟ النهاردة إن شاء الله قلت أعزم ولادي حبايبي كده على حاجة بسيطة خالص من البيت، وجبنا ليهم حاجات بسيطة برضو وفرحت قلبهم. عملت لهم صينية كيكة محترمة اهي زي العسل. عملنا عصير. ادينا هوريكي حاجة حاجة اهي، شايفة الكيكة جميلة ازاي ولونها روعة الروعة. وعملت ليهم عصير اهو. شوية بقى مقرمشات بقى، جبنة مقرمشات، كاتشب، شطة، اللي نفسك فيه اعمليه. حاجة بسيطة تفرح أولادنا. وده السوداني بقى اللي هو المغلف ده، بس كان زي العسل والله يا جماعة. حاجة بسيطة خالص ما كلفتنيش أي حاجة اهو. وشوية بقى لب بقى من قلبك اللي يحبهم، وشوية آيس كريم كده حلوين. قلت بدل ما نخرج بره والجو ساقعة وكده، لا في قلب بيتنا كده. وقوم عامله لهم حاجة بسيطة كده أعبر لهم عن فرحتي بيهم إن هم قاعدين معايا. بعد ما اتعشينا بقى وكلنا الوجبة المتينة كده، قلنا يلا مفيش محال يلا. ولمينا بعضنا كده، وحبايبنا برضو كانت لموا معانا اهو. حاجة بسيطة خالص، لو جبت ب5 جنيه سوداني جبت ب10 جنيه لب. جبت عملت صينية كيكة حلوة كده بكل حب وقول ايه كل حب كده وتمام كده. كل حاجة هتعمليها هيبقى ليها طابع تاني عند ولادك. وثقي تماما تماما ان مفيش احسن من ايه، من لمة اولادك حواليك. شايفين الكيكة يا جماعة؟ في منتهى الجمال والله، ما كلفتنيش حاجة. وبقول لك يا قلبي حط لايك اهو. شايفين انا فعلا كنت فرحانة قوي بالكيكة دي. طعمه والشكل جميل جدا جدا. وشوية عصير بقى، يعني خدي بقى حتة الكيكاية مع كوباية العصير. واو، سلام سلام سلام، يعني مفيش بعد كده كلام. اهو شوية لب بقى واتفرجنا على التلفزيون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.